لما بتدخل اي مجال عشان تتعلمه اول سؤال بيجي في بالك ايه المقابل. في الفيديو ده هنتكلم عن اشهر مجال مربح في السايبر سيكيورتي، الباك باونتي او اكتشاف ثغرات الويب. في الفيديو ده هقول لك يعني ايه باك باونتي، واهم المتطلبات اللي لازم تكون عندنا عشان ندخل المجال ده، واهم المصادر اللي فيها كورسات مجانية ومدفوعة بالعربي والانجليش، وكمان اشهر المواقع اللي هتشتغل عليها بعد ما تتعلم المجال ده، مجال اكتشاف الثغرات. اهلا بكم، انا محمد حسين وده فيديو جديد. اولا كده يعني ايه الباك باونتي؟ هنشرح ببساطة من غير كلاكيع ومفاهيم برمجية والكلام ده. الباك باونتي هو مجال مناسب جدا للي بيحبوا اكتشاف ثغرات الويب. ازاي بقى؟ يعني شركة زي جوجل او فيسبوك وابل عاملة برنامج ان اللي هيكتشف ثغرة عندها ويبعت لها على البرنامج بتاعها هتقدر مدى خطورة الثغرة دي وتكافئك عليها، وبيتم تحديد المكافأة حسب خطورة الثغرة. طيب سؤال مهم، هل مواقع الشركات المشهورة دي بس اللي عاملة البرامج دي؟ بالتأكيد لا، في مواقع وتطبيقات ويب تانية كتير وأسهل من الشركات الجامدة دي. حلو أوي الكلام ده. عندنا موقع اسمه هاكر وان. بيعمل ايه بقى الموقع ده؟ ده موقع مشهور، هو ومواقع تانية كتير هنتكلم عليها قدام. بيقدموا نفس فكرة موقع مستقل وفريلانس، اللي هو الشركات بتبدأ تحط تطبيقات الويب بتاعتها أو مواقعها وتقول للإيثيكال هاكر ابدأوا ابحثوا عن ثغرات عندي على الموقع ده، وطبعا بتكافئ الإيثيكال هاكر دول. حلو جدا. تاني سؤال معانا، ايه هي المتطلبات اللي محتاجينها عشان نشتغل في مجال الباك باونتي؟ والسؤال الأهم، نتعلمها منين؟ أهم المهارات اللي لازم تكون عندك أولا هو فهم أساسيات اللينكس زي الاختراق الأخلاقي ونماذج التهديدات وأنواع الهجمات الشائعة. كل الكلام ده بيكون كلام ابتدائي بتاخده في أي كورس إيثيكال هاكر، يعني حاجة بسيطة. تاني حاجة لازم يكون عندك دراية بقواعد واخلاقيات الايثيكال هاكر، وده لان في ناس بتكتشف الثغرات دي بتبيعها هنا لمستخدمي الموقع، وبالنسبة لهم الموضوع بيكون اكثر ربح. 3 لازم يكون عندك القدرة على التحليل والاستكشاف، وده بتتعلمه وانت بتتعلم خطوة الاساسيات. واداة الان ماب اداة مهمة جدا جدا في الموضوع ده يا شباب. رابعا وده مش شرط قوي، انك تكون على دراية باهم لغات البرمجة اللي بيتم استخدامها في بناء التطبيقات الويب زي الجافا سكريبت والسي والبايثون. خامسا وده شيء اساسي، انك تعرف تقنيات الويب وبروتوكولات الشبكات، وده مش حاجة صعبة لانك كده بتتعلمها مع اساسيات اي كورس. سادسا واخر حاجة معانا، معرفتك بكتابة التقارير، وده عشان بعد ما تخلص الفحص وتكتشف اي ثغرة تكون قادر انك توصل المعلومة دي والثغرة دي بشكل مهندم مع اهم النصايح والتوجيهات. طيب ايه بقى اهم المصادر اللي هنتعلم منها المجال ده؟ مبدئيا كده عندنا 3 مصادر. الاول والاشهر هو اليوتيوب، هتلاقي كورسات كتير مجانية تقدر تبحث وتشوف وتتابع مع الشرح السهل والامثل وتتعلم. المصدر التاني هو موقع الكورسات الشهير يوديمي، بس هتلاقي الكورسات دي مدفوعة عليه ملايين من الكورسات. المصدر الثالث بقى وهو احسنهم طبعا، انك تتعلم من الموقع اللي بعد كده هيشغلك اساسا، زي مثلا منصة هاكر وان، هتلاقي عليها دورات تدريبية مجانية كتير. برضو عندنا منصة بيج كراود، بس بيكون عليها الكورسات بتكون مستوى احترافي شوي. طيب يا زعيم، اتعلمت واخدت الكورس وجاهز للشغل، تعال بقى نتعرف على اشهر المواقع اللي تشتغل عليها. اول منصة معانا وهي منصة هاكر وان، منصة موجودة من 2012، عندها يونت كبير جدا وبيضم اكتر من 1500 منظمة واكتر من 2500 هاكر نشط. بتقدم المنصة دي مجموعة من اختبارات الاختراقات في تطبيقات الويب والموبايل. اختبار الاي بي بيوفر النظام الاساسي الداعم لبرامج الكشف عن الثغرات الامنية اللي بتسمح للشركات انها تستقبل التقارير دي، يعني الموضوع مترتب جدا. تاني منصة معانا وهي منصة بيج كراود، دي منصة تانية بتضم برضو عدد كبير جدا، تقريبا اكتر من 1500 عميل واكتر من 300 الف باحث، 300 الف ايثيكال هاكر بيشتغل الشغلانة دي. بتقدم المنصة دي اختبارات شاملة بتغطي تطبيقات الويب والموبايلات والاي بي ايز. المنصة دي بتوفر برضو دعم للبرامج المسؤولة اللي هي الار دي بي ايز،
تالت منصة معانا وهي منصة سنياك. دي منصة جديدة عبارة عن نظام أساسي بيوفر نهج فريد من خلال استخدام فريق من الباحثين الأمنيين لإجراء الاختبارات بدل طبعا ما يفتحوه للناس كلها. بيضم مستوى عالي جدا من الجودة والدقة في الاختبارات اللي بيقدمها. طبعا المنصة دي بتغطي تطبيقات الويب والموبايلات، وبتوفر ملاحظات في الوقت الفعلي للعملاء يعني أثناء الاختبارات وكده. رابع منصة معانا وهي منصة كوبالت. المنصة دي عندها عدد كبير جدا، أكتر من 1000 عميل وأكتر من 2500 إيثيكال هاكر. برضو نفس الكلام، المنصة دي بتغطي تطبيقات الويب والموبايلات زي باقي المنصات، وبتوفر الشركة تيم كامل من الخبراء لإدارة الاختبارات وتقديم التعليقات للعملاء بتاعته. يعني بشكل عام بتقدم المنصات دي كلها مجموعة من المميزات للشركات اللي عايزة تحسن أمانها عن طريق برنامج الباك باونتي، بأنها توفر الوصول لعدد كبير جدا من الباحثين اللي هم الإيثيكال هاكر، وبتبسط لهم التقارير وإدارة الثغرات الأمنية. آخر حاجة معانا وهي أخلاقيات العمل اللي ما ينفعش تتنسي أبدا. لازم تلزم نفسك بأخلاقيات العمل في المجال ده. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. أشوفكم في فيديو جديد. سلامات. طيب يا جماعة، بعد ما اخلص تثبيت على الجهاز، هنبدأ ان احنا نجيب الايفون بتاعنا او بتاع ابننا ونحط فيه الوصلة بتاع الشحن ونبدأ نحطه على الجهاز. هيبدأ يقرأ عندنا في البرنامج اللي احنا نزلناه، هيقرأ لوحده من غير احنا ما نعمل اي حاجة. هنبدأ على طول نشيله ثانيتين بالظبط ونشيله. اول ما نشيله هيبدأ يظهر معانا بالشكل ده. هنا هو بيعمل اسكاننج لكل حاجة على التليفون، للصور وللفيديوهات وللواتساب ولكل حاجة تتخيلها. بعد ما عمل الاسكاننج خد تقريبا ربع ساعة. دي كل هنا في الداشبورد دي كل التطبيقات اللي خدها نسخ من على التليفون الايفون. تمام، نقدر نفتح المسج، كول هيستوري، كونتاكت، لوكيشن، فوتو، فيديو، واتساب، كل التطبيقات اللي تتخيلها على التليفون. فلما نروح مثلا كده ندوس على مسج على الجنب الشمال، يبدأ يظهر لنا كل الرسائل اللي على التليفون. ندخل على الكول هيستوري، يبدأ يظهر لنا المكالمات اللي على التليفون. ندخل على الكونتاكت او جهات الاتصال، هيظهر لنا كل الاسماء اللي متسجلة على الفون. هنا لما ندخل على اللوكيشن هيبدأ يجيب لنا موقع التليفون يا شباب بالملي. تمام، ندخل على الفوتو هيجيب لنا الصور اللي على التليفون كاملة. كذلك الامر مع الفيديوهات، وكذلك مع ملفات الصور اللي على الجهاز كلها، الاب فوتو. ونيجي بقى للوحش الكبير، وهنا بقى لما ندوس على الواتساب بدأ انه يفتح لنا الواتساب اللي على التليفون عندنا هنا على الجهاز، كذلك كل التطبيقات. بس لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.